السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده ان شاء الله اليوم 136 في عمر الفراخ بتاعتنا البلدي والهجيني، فراخ البياض. طبعا انتوا بقى لو ملاحظين كده العدد عندي خف شوية. خدت فرخة وديك، ديك يا جماعة بلدي وفرخة هجيني. كان عندي فرخة بيضة زي دي كده بقالها كام يوم كده لو تلاحظوا في الفيديوهات ان هي كانت تقف على جنب كده. للأمانة انا سبتها ما عملتلهاش اي حاجة، يعني انا في الاول كنت بفكر اديلها علاج او اي حاجة، وبعد كده بصراحة قلت هي شكلها خاسة وتعبانة لا ينفع تندبح ولا اي حاجة. انا ممكن لو يبقى عندي كذا فرخة بهتم بيهم جامد، لكن لما لقيتها فرخة لوحدها كده حطيت لها حبيت في المية وسبتها على كده. طبعا الفرخة ما كملتش كام ساعة من كشاشانها وماتت لوحدها، وانا حمدت ربنا على كده لان انا عمري ما كنت هذبحها وهي تعبانة. ماشي، فقلت بقى ان شاء الله نحاول نعمل لهم خلطة مثلا اسبوع ولا حاجة، يعني خلطة تكفيهم اسبوع، لهم شوية علف بتاع ده علف تسمين ولا حاجة، وناخد منهم كام ديك كده. انا عندي بسم الله ما شاء الله ده 1 2 3 4 5 6 7، عندي حوالي 7 ديوك. ده اذا ما كنتش عارفة ان بقية الفراخ دي ديوك ولا فراخ يعني. ماشي، هنحاول نخلي 2 ولا نخلي 1، وممكن ان شاء الله نخلي 2، وان شاء الله نجيب لهم خلطة ونيجي دبحاهم نشيلهم في الفريزر. الدنيا ساقعة ومفيش حاجة مضمونة، والناس في حالة بتشتكي ان في دخلة الشتاء الطيور بتموت، فالناس برضو تخفف العدد اللي عندها. لكن بالنسبة لو في حد مخلي الفراخ بتاعته بياض يبتدي بقى يهتم بيهم ويجيب لهم الفيتامينات بتاعتهم والكالسيوم بتاعهم والحاجات دي كلها. البيطري كان قايل لي مره ان انت لو عايزه الفراخ تبيض في حقن بتتاخد، وانا صراحه ما رضيتش اعمل الموضوع ده، يعني مش عاوزه، انا عاوزه الحاجات تكون كلها طبيعيه. طبعا بما ان الفراخ خاسين بقى في السقعه وكده، عاوزين نعمل لهم خلطه الشيح يا جماعه. الخلطه الاصليه بتاعت الشيح بتتعمل ازاي؟ 3 ايام شيح، وبعد كده بنحط يومين خميره عشان محدش يحط شيح ويسيب الفراخ. الشيح هياكل اللي في بطن الفراخ، ولو ما حطيتيش خميره ولحقتيهم مش هيرجعوا زي ما كانوا. انت لو هتحط شيح يبقى تكمليه بخميره اليوم الرابع والخامس، يبقى علشان ما تسيبيش الفراخ كده خدت شيح فتره طويله وما رجعتيش حطيتي خميره هيخسوا منك ومش هتلاقي فيهم اي حاجه خالص. فانا بقى هنعمل لهم خلطه الشيح دي 3 ايام، وبعد كده نعمل لهم نعمل لهم خميره يومين، وبعد كده نجيب لهم خلطه تسمين تكون بطنهم مظبطه. نجيب لهم خلطه تسمين اسبوع كده، وبعد الاسبوع ان شاء الله لما الاقيهم حسيت ان هم اتظبطوا معايا كده نيجي بعد خلطه التسمين نيجي دبحه اللي انا عاوزاه منهم وخليها الباقي. طبعا يا جماعه انا بقى اللهم صل على سيدنا محمد، حاطه لهم عيش ناشف ماشي، وحاطط لهم فضلات الاكل البيتي كده، وقشر البرتقال ده بس هقطعه بالسكينه مش هسيبه كده. انا فضيت كل الاكل بتاع البيت ونسيت اقطع القشر ده، هقطعه حتت صغيره بالسكينه بحيث ان هم يستفيدوا منه. قشر البرتقال كويس اساسا، يعني اكيد هيديلهم يعني فيتامينات وكالسيوم وحاجات من دي. طبعا اي اكل من اكل البيت بخرطه وبقطعه. عندك ماء كرنب، عندك ورق ملوخيه، الكلام ده كله بجيبه لهم وبقطعه كويس جدا وهما بيستفادوا منه ان شاء الله يعني. الفراخ بقى الفراخ البلدي بتحب النعكشه، تلاقيهم معمولين كده في كل مكان، ماشيين شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا. 4 5 7 8 9 10 12 ما عادش عندي فراخ كتيره يعني 16 منهم حوالي 6 نسيب للباقي. انا هخفف العدد خالص عشان لو حاجه لا قدر الله في السقعه دي
حصل لها حاجة ما نزعلش على بقية العدد اللي موجود عندي. انا عاوزة اجيب حاجات كتير في الشتاء. على فكرة التربية في الشتاء حلوة جدا، بالذات في الايام اللي فيها شمس، بس خايفة ابدأ بحاجة والدنيا تتلج فجأة او تسقع فجأة الحاجة تموت مني، فمش عارفة، مترددة شوية. عاوزة اجيب حاجات كتير. مش عارفة الرومي كانت مناحته قوية ولا لأ. عاوزة اجيب دفعة فراخ بيضة. الحاجات دي كلها هتفرق خالص. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.